بنت عندها 14 سنة اسمها مولي راسل. البنت دي انتحرت بعد تحقيقات طويلة. المحكمة توصلت امبارح إلى إن اللي قتل البنت دي هو السوشيال ميديا. لأول مرة يصدر حكم من النوع ده ضد ميتا اللي بتدير فيسبوك وانستجرام. لأول مرة كمان على غير العادة، العيلة المالكة في بريطانيا اللي المفروض ما بتعلقش على سير أي قضية، يطلع الأمير ويليام ويقول في بيان إنه آن الأوان نحمي ولادنا. إيه اللي حصل لمولي؟ مولي بنت هادية وعادية، مرت بشوية اكتئاب زي ما بيحصل كتير في السن ده. عملت سيرش عن الاكتئاب. ايه بقى اللي حصل بعد السيرش؟ في حاجة اسمها algorithm بتستخدمها السوشيال ميديا، بتشوف بيها انت عملت سيرش على ايه، وبعدين تفضل تزق عليك بقى محتوى كتير كتير عن نفس الموضوع من غير ما انت تطلب ولا تدور. لما بصوا في الحاجات اللي عند مولي على الموبايل واللابتوب، لقوا انها في ال6 شهور اللي قبل ما تموت مولي اتفرجت على 16,000 مقطع على انستجرام، منهم 2100 مقطع عن الاكتئاب وإيذاء النفس والانتحار. جمعت على بينترست 496 صورة عن الموضوع ده. أبو البنت بيقول إن الناس اللي بتدير السوشيال ميديا بيعملوا فلوسهم من بؤس الناس وتعاستهم. أنا كنت كتبت بوست من فترة هنا على الصفحة بسأل لو كان معاكم الباسورد بتاعت أجهزة ولادكم. ناس كتير قوي قالت لي طبعا لا، واللي قال لي مستحيل يرضى يديهولي، واللي قال لي أنا أصلا أثق في اختيارات ولادي وخليهم يتحملوا نتيجة اختياراتهم. انتي ترضي تنزلي ابنك يتمشى في مكان مليان دعارة وفساد وفطرة منتكسة وناس مختلة؟ مستحيل توافقي. امال ايه الولاد اللي نايمة على موبايلاتها؟ الموبايلات اللي بتتشحن جنب السرير طول الليل، التليفونات اللي معليهاش اي رقابة. احنا سايبين اطفال عندهم 12 و13 سنة في البحر الرهيب ده، هم مش عارفين بيتعرضوا لايه. قبل ما تقولي لي لا انا بنتي مش مكتئبة الحمد لله فانا مش قلقانة، لا اقلقي. الموضوع مش بس اكتئاب وانتحار. انستجرام هيعرض عليها مقطع مرة مثلا عن 2 مثليين، اتفرجت عليه بدافع الفضول وقالت طب ما انا ابص كده على البروفايل بتاع اصحاب الصفحة دي، خلاص الالجوريثم بيستلمها ويفضل يقدم لها محتوى من النوع ده ملوش علاقة خالص ببنتي متربية ولا انا واثقة فيها والكلام ده. يعني انا لو قلت لك ان بنتك ليها صاحبة وحشة كل يوم تقول لها افكار زفت، هتتدخلي وهتعملي المستحيل عشان ما تقابلهاش. أرجوكوا لازم تحددوا وتقننوا الوقت اللي ولادكم بيقضوه على الأجهزة، وتراقبوا وتحطوا قيود. أيوة الموضوع مش سهل أنا عارفة، وهتلاقوا عواصف من الاعتراض، وطبعا أسهل إن هو يقعد على موبايله ويحل عننا، بس في الآخر كلنا مسؤولين عن ولادنا. أنا مش عارفة الفيسبوك هيخلي الفيديو ده ولا هيمسحه، فمن فضلكم اعملوا شير، يمكن يكون حد محتاج يسمع الكلام ده.